اليوم بدي أعمل قشطة تمر الحلو الخليجي. كاسة طحين بحمصها كتير منيح على الغاز لحتى يتغير لون الطحين وتطلع ريحته. بحط لهم قالب زبدة لوربك بدوبوا مع بعض لحتى تطلع ريحة الطحين مع الزبدة. بعدين بجيب علبة قشطة بحطها فوقهم، بخليهم دقيقتين 3. بعدين بجيب تمر، التمر بقيم منه النوى، بعدين بحطه فوقهم، بخلطهم مع بعض كم دقيقة وبحط لهم رشة هيل ورشة قرفة. صاروا جاهزين. بقدمهم بالطبق وبحط لهم رشة فستق حلبي. وطبعا القشط هذا التمر الخليجي ما بده غير قهوة عربية، أطيب شي معه. أنا عندي هلأ هون عندي بن العميد وعندي قهوة العربية. هاي القهوة العربية سريعة التحضير، ريحتها بتغوب القلب وطعمتها كتير طيبة. وبن العميد غني عن التعريف، بن العميد الأردني طعمته كمان كتير طيبة، بس بيلبق مع القشطة الخليجي القهوة العربية. عندي نص لتر مي بحط له معلقتين كبار من القهوة العربية سريعة التحضير، بخليهم ليغلوا 5 دقايق. صاروا جاهزين. شايفين اللون ما أحلاه والريحة بتغوب القلب. جربوها وصحة وهنا. ورمضان ما بيحلى غير بالقشطة التمر والقهوة العربية. وصحتين.